يا مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم هو وصفة طبيعية جدا جدا لسكراب للجسم أثناء الحمام. طبعا مش عايزة أوصف لكم إن الوصفة دي كتير كتير مفيدة، ومن أول استخدام بتلاحظي الفرق في الجسم بتاعك، وخاصة بعد ما تستخدميها وتحطي مرطب على جسمك أو أي زيت تحطيه مثل زيت اللوز أو زيت الجليسرين أو أي نوع من الأنواع الزيوت اللي انت بتستخدميها بعد الحمام، أو أي مرطب كمان. طبعا مش عايزة أقول لكم كيف حتحسي بالفرق. بالنسبة لوصفتنا انتوا حتشوفوا ان عندي حاجات كتير، بس هي حاجات بسيطة جدا وممكن تكون متواجدة في كل بيت زي ما بقول، وممكن نستغنى عن بعض الأشياء وممكن نستبدل بعض الأشياء. يعني أول شيء عندي زي ما قلت لكم زي ما قلت لكم عندنا هنا السكر البني. طبعا لو ما متوفر معايا السكر البني، احنا ممكن نستخدم ايش؟ السكر الابيض عادي، بس انا بحس ان السكر البني اكثر فائدة، بدي يعني بحسه انه طبيعي اكثر. وعندي كمان ملح الأسباب بالباباي. أنا مش هقول لكم العشق اللي عندي للباباي، أنا بحب جدا الباباي، ما أعرفش ليه. وده متواجد في كل المحلات التجميل، وكتير ناس بتستخدمه، كتير ناس بتستخدمه وبتشكر فيه. هو ممكن يتحط لوحده كسكراب، بس أنا بحب أحطه ضمن الوصفة بتاعتي. طبعا هو بيبيض وكمان بينعم الجسم، وكمان غني بفيتامين إي. عندي هنا زيت الجليسيرين. طبعا اللي ما عنده ده ممكن يستخدم بس السكر، واللي ما عنده السكر البني ممكن يستخدم السكر الأبيض عادي. عندي هنا زيت الجليسيرين أو مع زيت اللوز مع زيت الجليسيرين مزيج. طبعا لو ما عنديش زيت اللوز عادي ممكن أستخدم بس زيت الزيتون. طبعا أنا هنا عندي معلقة كبيرة من زيت الزيتون. طبعا كلنا عارفين فوائد زيت الزيتون للجسم، إنه غني بالفيتامينات والمعادن والأملاح، مفيد جدا جدا في الوصفات الطبيعية. وعندي هنا، وده هو العنصر الأساسي تقريبا في الوصفة بتاعتنا، هو البن أو القهوة التركي. طبعا القهوة التركي يعني مش هقول لكم للجسم فظيعة فظيعة، أنصحكم بيها جدا للماسكات للوجه للجسم. فعلا فعلا إنها مع الوقت بتبيض الجسم وبتدي نتيجة سريعة. وهنا عندي مكونين أنا أضفتهم، أنا بحب أضيفهم على طول، هو الحليب البودر والنشا. ميزة النشا إنها بتنعم الجسم، سبحان الله نعومتها بتنقلب على الجسم، فبحس إنها بتدي يعني نعومة للجسم، فكده بستخدمها. طبعا اللي ما عنده المكونين دولت ممكن يستغنى عنهم، أو ممكن يستبدلهم مثلا بالشوفان مطحون أو أي شيء هو يكون مفيد. بس أهم شيء السكر والبن والزيوت ديت. أو بالنسبة للكمية اللي احنا هنستخدمها، عايزة أقول لكم حسب الفرد. يعني مثلا أنا حجمي صغنن، يعني مش هاخد كمية كبيرة. بالنسبة للناس اللي ما شاء الله طويلة وعريضة ممكن تاخد كمية أكبر من اللي أنا هستخدمها. راح أحط معلقتين من السكر البني، زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت كل المكونات بتاعتي ورا بعض، وحطيت معلقة او شوية من الزيت. معلش يمكن الخطوة دي ما تصورتش معايا. حطيت كمية قليلة من زيت اللوز مع الجليسرين، وراح احط القليل كمان من زيت. انا عايزة زي ما قلت لكم شوية بس احسه انه صار زي الرمل. وراح اخلط كل المكونات بتاعتي. طبعا لو احتجت كمية من الزيت راح أضيف. تقريبا هو مش هقول لكم على ريحة القهوة شيء يجنن يجنن. راح أستمر كده.
وتقريبا هذا هو يكون جاهز. هي دي، وفي الأخير هي دي النتيجة اللي أنا حصلت عليها. خلاص لو تشوفي كده مندي معايا. طريقة الاستخدام: بعد ما أعمل الحمام بتاعي أو أثناء الحمام بتاعي لو حطيت البلسم على شعري أستغل الوقت ده وأحط سكراب دوت، ونبقى نعمله بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفين. أدعك كويس كامل الجسم زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. وأفضل أدعك بنفس الطريقة لحد ما كامل الجسم. وعلى فكرة ممكن يعني في ناس بتستخدمه على البشرة، بس أنا ما أحب إني أستخدمه على البشرة، بحس إن السكر يعني شوية خشن. وعلى فكرة هو كمان تحسوا إنه بيدوب مع المكونات. وأفضل كده أدعك كامل الجسم بتاعي، وصدقوني إنكم حتلاقوا نتيجة كتير كتير مرضية، وخاصة بعد ما تحطوا الزيوت أو أي مرطب بعد الحمام حتحسوا بالفرق جدا جدا، وحتحسوا إن جسمكم بيتنفس. الوصفة ديت فعلا ممتازة، أنصح بيها كل وحدة بتعاني من الشعر اللي تحت الجلد واللي بيسبب مشاكل كتير. أنصح بالناس اللي بتعاني كمان من الجلد الميت. حتلاقي إن الجلد الميت بيروح مع كل المكونات بتاعة الوصفة. ما راح تحسي إن جسمك خفيف جدا. وزي ما انتوا شايفين هي دي النتيجة بعد ما أنا غسلت إيدي. أنا فعلا حاسة بالفرق، حاسة إن إيدي ناعمة وطرية. في الأخير دي وصفتنا لليوم. أتمنى فعلا إن الفيديو يكون نال إعجابكم، وكمان عايزة كتير دعم منكم لأنه محتاجة دعمكم، محتاجة إنكم تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة. الإعجاب عشان الفيديو يوصل لناس كتيرة، وكمان التعليقات بتاعتكم، الوصفات اللي انتوا بتحبوها اللي انتوا عايزينها أعملها لكم وأشاركها معاكم، اكتبوها لي تحت في التعليقات. في الأخير أتمنى لكم أوقات سعيدة، وأقول لكم أشوفكم في فيديو جديد